ازيك يا عزيزي المشاهد، اهلا بيك في فيلم جديد. الفيلم ده مأخوذ من قصة حقيقية وحصلت في 2005 تحديدا في كوريا. بيبدأ الفيلم مع مدرس رسم اسمه إنهو رايح يشتغل مدرس في بلد اسمها مونجين، لكن وهو في الطريق بيخبط في حيوان بسبب الجو السيء والغيوم. وفي نفس الوقت بنشوف طفل واقف قدام القطر ومستنيه علشان ينتحر. بعدها بيروح إنهو علشان يصلح العربية، لكن الميكانيكي بيقوله إنها تحتاج وقت والأفضل يسيبها له ويركب تاكسي علشان يلحق المشوار بتاعه. وإنهو بيكون مستعجل وبياخد عربيته علشان يروح بيها، لكن بتخبطه واحدة من ورا، ولما بتنزل بتقوله إن هو خبطها مش هي اللي غلطانة. وبيعرف إنها سكرانة لأنه ما اتحركش بالعربية أصلا. وهما بيتكلموا عربيته بتطلع دخان، فالبنت بتحس بالذنب وبتعرض عليه توصله في طريقها. وبيوصل المدرسة، لكن الأطفال بتخاف منه ومش بترضى تقرب له. وبعد كده بيقابل المدير وبيعرفه على نفسه وبيقوله إنه جاي بسبب توصية من دكتور كين. فالمدير بيوافق بسرعة يشغله لأنه كين أصلا يبقى صاحبه من أيام الدراسة. وبينادي على المشرف علشان يعرفه تفاصيل المدرسة، ولما بيروح إنه يسلم على المشرف بيتلخبط لأنه نسخة طبق الأصل من المدير وبيكون توأمه. ولما بيخرج المشرف بيقوله إنه عاوز 50,000 دولار علشان يشغله معاهم. وبعدها بيكلم أمه علشان تدبر له المبلغ. وبيروح تاني يوم المدرسة وبيبدأ أول حصة، وبيكون تخصصه هو الرسم، وبيطلب منهم يرسموا تفاحة. وبيتفاجئ بعدها بولد جاي متأخر اسمه مين سو، ولسه هيزعقله على التأخير شافه مضروب ومتبهدل. وراح يسأل مدرس زميله اسمه بارك، وزميله قاله إن الولد ده أخوه مات من كام يوم في حادثة قطر، علشان كده مش على بعضه من وقتها. فبيقوله إنه إن كل الأطفال تصرفاتهم غريبة مش هو بس. بيرد زميله تلاقيك بس علشان أول مرة تشتغل في مدرسة للاحتياجات الخاصة. وإنه طبعا مش بيقتنع بكلامه فبيسيبه ويمشي. وفي الليل وهو قاعد بيعمل بحث على ملفات الأطفال، وبيشوف ملف مينسو وبيعرف إنه عنده إعاقة في السمع، وأخوه الوحيد مات في حادثة قطر، وأبوه بيكون مريض وأمهم طفشت منهم. وبيكمل بحث بيشوف بنت اسمها جونيور، ودي عندها خلل عقلي بيخليها تاكل بشراهة. والتالتة يوندو بتكون يتيمة ملهاش حد أبدا. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بيكلم أمه وبتقوله إنه جهزت له الفلوس. وفي الوقت ده بيسمع صوت صراخ عالي جدا، وبيعرف إنه الصوت جاي من حمام البنات. ولسه هيفتح الباب علشان يشوف في إيه، لقى الحارس في وشه. انت ايه اللي بتعمله ده؟ ما ينفعش كده. إنه أنا سمعت صوت صراخ عالي جدا وعاوز أطمن على اللي جوه. الحارس لا لا لا، ده عادي، هما بيعملوا أصوات عالية لأنهم ما بيسمعوش بعض. وفي اليوم اللي بعده بيروح علشان يودي الفلوس للمدير، فبيلاقي المفتش جانج معاه وجاي علشان ياخد رشوة من المدير. والمدير بياخد الفلوس منه. المفتش بيتريق وبيقوله لو معايا فلوس كتير والله كنت اتبرعت للمدرسة. وإنه بيستدقل دمهم وبيسيبهم وبيرجع علشان يشوف شغله. وبيشوف بارك بيضرب في مينسو، فسأله بتضربه ليه؟ بارك بيقعد يقوله انه هرب في الليل وكان واخد معاه بنتين، واخوه قبل كده هرب ومات قدام القطر فخايف يعمل زيه. وهو مروح بيشوف جونيور قاعدة على الشباك، فبيخاف عليها تقع وبيجري علشان ينزلها. البنت اول ما بتشوفه بتترعب منه وبتجري تستخبى في الحيطة، فبيقولها ما تخافيش انا هنا علشان اساعدك، مش قصدي اخوفك. وهو ماشي بتمسك ايده وبتاخده المكان تحت المدرسة، وبعدها بتمشي وهو بينزل علشان يفهم في ايه. وبيتفاجئ بواحدة بتحط يندو جوه الغسالة، فراح علشان ينقذها. الست قالت له انا المستشارة هنا، ويندو عملت غلط ولازم تتأدب، وهي بتعاقبها واحسن لك ما تتدخلش. فبيقول لها انت متخلفة، انا اعرف ظباط ومحميين لو عملتي كده تاني هسجنك. وبعدها بيكلم سو اللي خبطته علشان تيجي تساعده ينقل يوندو للمستشفى. وتاني يوم المدير بيطلبه في المكتب وبيقولوا له انهم حذروا المشرفة ما تعملش كده تاني. وهي حست بالندم وزعلت من اللي عملته، وكانت عاوزة تصالح يوندو بس ما لقيتهاش. انه قال لهم مش هتلاقيها لانه نقلها للمستشفى. فالمدير بيسأله عن اسم المستشفى علشان يروحوا ياخدوها من هناك. وبعدها راح الفصل وطمن جونيور على صاحبتها وقال لها انها هتتعالج في المستشفى وهترجع تاني بسرعة. وطلب منها انهم يرسموا بعض علشان يفرحها. فبترسم صاحبتها وهي فرحانة لأول مرة، وبيشوفها بتضحك من وقت استلامه الشغل. وهو مروح سو بتكلمه من المستشفى وبتقوله انها عاوزة تقابله ضروري بعيد عن المستشفى. ولما بيتقابلوا بتقوله مدير المدرسة اللي عامل فيها محترم كان بيتحرش بيوندو. انت بتقولي ايه؟ طبعا فاكرها سكرانة.
ومش مصدقها، لكن سو بتطلع له ورقة كتبتها يون دو بخط ايدها بتحكي بان المدير اغتصبها بالقوة. سو بتقوله مش المدير بس اللي عمل كده، ولا يون لوحدها اللي حصل فيها كده، لان المدرس بارك بيعتدي على الاولاد، وكمان المفتش توأم المدير انه مصدوم بيقول لها انه لازم نبلغ الشرطة بسرعة. بتقول له سو ان الاطفال قدموا بلاغ فعلا، لكن الشرطة رجعتهم من تاني، وده اللي بيخليهم يتضربوا على طول، وكمان المستشارة تبقى اخت مدير المدرسة ومشتركة معاهم في كده. وفي الوقت ده المستشارة بتكون رايحة المستشفى علشان تاخد يون دو، وانه بيخاف على يون دو وبيجري على المستشفى علشان سايبينها لوحدها، وبيروح بيلاقيها مستخبية في الدولاب وبيلحقها قبل ما المستشارة واخواتها يوصلوا لها. وتاني يوم بياخدوها لمكتب حقوق الإنسان علشان تحكي لهم اللي حصل معاها، وبتقول لهم إنها كانت بتلعب مع جونيور وهي بتدور عليها. المدير فضل ينادي عليها، ولما راحت عنده دخلها مكتبه وعرض لها فيلم وحش، وبعدها بدأ يتحرش بيها، فهي خافت وجريت على الحمام تستخبى، لكن المدير عرف مكانها واعتدى عليها. ولما المدير حس ان في حد واقف على الباب كتم نفسها، وبيفتكر انه اليوم اللي سمع فيه صراخ من الحمام، وبيحس بالندم انه ما ساعدهاش. وبتيجي جونيور وبتحكي انه استغل حبها للاكل وخلاها دخلت مكتبه علشان يديها حلويات، لكنه اعتدى عليها، ويوندو شافته لكنه راح وراها وهددها انها لو اتكلمت هيموتها، وبيعمل لها حركة برقبته. وانه بيروح البيت وبيكون حاسس بالندم لانه كان قادر ينقذ يوندو لما سمع صراخها، لكنه ما حاولش يعرف السبب وصدق كلام الحارس. وبيفوق على صوت امه اللي وصلت مع بنته وجايين يعيشوا معاه بعد ما باعت بيتهم، وجايبه معاها ورد علشان يديه للمدير بتاعه ويترجاه ينقلوا بلدهم. وتاني يوم ساو بتروح للمفتش كانج وبتبلغ على اللي حصل، فبيقول لها اننا ما بناخدش بكلام الاطفال، والمدير سمعته كويسه بسبب التبرعات اللي بيقدمها. وبنروح للمدرسة، بارك بيضرب في مين سو علشان يعترف بمكان يوندو وجونيور، والمدير بيقول له يخلص الموضوع ده بعيد عن المكتب. وإنه في الوقت ده بيكون واقف قدام الباب ومعاه الورد علشان طلب نقله، وبيخرج بارك مع الولد وبيتفاجئ بوجود إنهو وبالفازة اللي في ايده، بيروح خابطها في دماغ بارك. وخد مين سو لمكتب حقوق الانسان علشان يحكي اللي حصل معاه ويحكي عن اخوه اللي انتحر، وبيقول ان بارك بياخدهم بيته بعد المدرسة، ولما بيرفضوا بيضرب فيهم، وبيوافقوا هم مضطرين يروحوا معاه، وبيدخلهم الحمام وبيعتدي عليهم. وبعد ما خلص اخوه الصغير طلع يهرب من البيت ناحية القطر، ولما مين سو راح ورا اخوه يدور عليه ضربوا بارك وخدوا كامل اعتداء عليه. وبعدها بيتم عرض كل الفيديوهات اللي سجلوها للأطفال على التلفزيون، وبتتحول لقضية رأي عام، وكوريا كلها بتشوف الفيديوهات دي. والمفتش كانج بيروح يقبض على المدير وأخوه، وبيفهمهم إنهم يوكلوا محامي كان قاضي قبل كده وما يتكلموش مهما حصل. وفي الجلسة الأولى بيبان على إنه ساو التوتر، لأن اللي هيترافع كان قاضي قبل كده، وعندهم القضاة المتقاعدين من حقهم تخفيف الحكم في أول قضية يترافعوا فيها. ولما بتطلب ساو من القاضي يجيب مترجم لأنه أغلب الموجودين من الصم والبكم، القاضي بيطردها بره. وبعد الجلسة إنه بيقول لها إن المدرسة رفضته. وفي الجلسة التانية بيستدعوا الحارس وبيسألوه عن اليوم اللي يوندو اتعرضت فيه للاغتصاب. قال لهم أنا لما دخلت الحمام ما كانش في حد جوه. محامي الأطفال بيسأله إنه كان شغال في مدرسة بمرتب عالي لكن طردوه بسبب السرقة، فأكيد مش هيتكلم بحاجة وحشة عن المدرسة علشان ما يطردوهوش منها. المحامي بعد كده بيسأل الدكتور عن حالة جونيور لما كشفت عليها، فبتقوله إنه في ضرر فعلا عندها بس ممكن يكون بسبب ركوب العجل. ولما المحامي بيوريها تقرير هي كانت كاتباه قبل كده، قالت له إن البنت حصل لها اعتداء من 5 سنين، يعني في وقتها كانت جونيور عندها 9 سنين. وطبعا الكل مستغرب ازاي طفلة 9 سنين يحصل فيها كده. وبعدها بيقوم محامي الدفاع يقول وحتى لو حصل كده يبقى كان برضاها. وقتها الكل بيهاجمه وبتتقلب عليه المحكمة. وبعد الجلسة ما تخلص بياخدهم إنهو البحر علشان يخرجهم من الحالة اللي هم فيها. وفي الجلسة اللي بعدها جونيور بتروح تشهد باللي حصل، وبتقول إن المشرف ابتدى يعتدي عليها من ساعة ما كانت في 3 ابتدائي، وكانت بترفض وبيربطها وبيعتدي عليها، وبعدها بيديها فلوس علشان تجيب حلويات وبيقوم علشان يكدبها. بعدها البنت بتخاف لدرجة إنها بتعمل حمام على نفسها. وبعدها بيعرفوا إن القانون بيقول إن الاعتداء على طفل فوق 13 سنة ملوش حكم وبيتم التراضي مع أهله. وبعد كده بنشوف دكتور كين اللي جاب الوظيفة لإنهو بيطلب مقابلته مع محامي المدير وأخوه.
وبيرجعوله ال50,000 اللي خدوها منه وعليها فلوس زيادة وكمان وظيفة في بلده، كل ده في مقابل انه يتنازل عن القضية. طبعا بيسيبهم وبيمشي وهو متعصب، والمستشارة بتروح لأهل جونيور وبتساومهم، طبعا بيقبلوا المساومة. وبعدها يوندو بتروح تشهد في المحكمة، وبتروح أم إنهو علشان يسيب القضية وبتقوله خاف على بنتك، فبيقول لها إن يوم الحادثة كان سامعها وما قدرش يعمل لها حاجة، لكن المرة دي مش هيسيبها تاني. وبنروح للمحكمة والمحامي بيطلب من يوندو تقول مين اللي اغتصبها من التوأم، وبتطلع ذكية فبتقف قدامهم وبتعمل الحركة اللي عملها لها زمان برقبته. في الوقت ده المدير بيبان على وشه الخوف وتعابير وشه بتتغير، فبتعرفه وبتشاور عليه. وبعدها المحامي بيسألها في يوم الاعتداء على جونيور سمعتي صوت موسيقى، يبقى ازاي سمعتيها وانت عندك مشاكل في السمع اصلا؟ قالت لهم انها بتسمع بسيط، فعملوا لها اختبار للصوت وتأكدوا انها فعلا بتسمع وبياخدوا بشهادتها، والكل بيكون فرحان. وبعد المحاكمة انهو بيلاقي امه مستنياه ومعاها اكل للاطفال، وبتقوله انها حاسة بالندم والزعل على الاطفال وعلى الظلم اللي اتعرضوا له، وبتقوله لما تخلص هتلاقيني مستنياك. بعدها بتروح المستشارة يعملوا مساومة مع جدة مينسو، وبكده شهادته هي كمان بتتلغي. وفي الوقت اللي مينسو بيتدرب على شهادته في المحكمة انهو بيصدمه بان شهادته اتلغت لان جدته قبلت بالفلوس، ومينسو بينهار من العياط وبيقوله انه مش مسامح اي حد على اللي عمله فيه هو واخوه وعاوز حقه يرجع باي طريقة، وانهو بيحضنه علشان يهديه وبيقوله للأسف ده قانون بلدنا. وتاني يوم بتروح يوندو تصحيه وبتقوله انها افتكرت حاجة مهمة. لما المدير دخلها المكتب وفرجها على فيديوهات وحشة، شافت المدير مع أطفال تانية وبيروح المدرسة فعلا علشان يجيبوا الدليل، ولما بيروحوا بيلاقوا كاميرا مصور فيها نفسه مع البنات ومن ضمنهم جونيور، وتاريخ الاعتداء كان قبل ما تكمل 13 سنة، يعني في الحالة دي شهادتها مقبولة حتى لو تم المساومة عليها. وبيقدموا الدليل للنائب العام، وفي المحاكمة الأخيرة القاضي بيحكم على بارك بالسجن لمدة 2 مع إيقاف التنفيذ، والتوأم 1.5 مع إيقاف التنفيذ. وإنه بيعرف إن القاضي والمحامي تم رشوتهم هما كمان، وإنه طبعا بيقرر يسيب المدينة ويمشي. لكن قبل ما بيمشي سو بتكلمه وبتقوله إن مينسو راح للمدرس بارك علشان ينتقم لنفسه، ومينسو بيروح يتخانق مع المدرس وبيضربه بالسكينة. وبعد كده انهو بيروح لمكانهم بسرعة، لكن بيكون فات الأوان والقطر دهس المدرس ومعاه مينسو. وفي العزا بتاع مينسو كل الصم والبكم عملوا مظاهرات وسدوا الشارع، وأول ما شافوا عربية القاضي حدفوه بالبيض، وطبعا الشرطة هجمتهم برشاشات المية، وإنهو رفع صورة مينسو وقعد يصرخ باسمه ويحكي عن الظلم اللي اتعرض له هو وزمايله، لكن كل ده بدون فايدة ومحدش سمعه. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.